انا عارفه اني جايه لكم متاخر جدا، بس بيقولوا ايه، ان تصل متاخرا خيرا من الا تصل اصلا. ده فلوج يوم شم النسيم مصوراه من بدري ومظبطاه، بس كان واقف اني اعمله فويس اوفر وكنت تعبانه ومرهقه جدا. المهم انه اتعمل الحمد لله ونزل لكم، وان شاء الله يعجبكم كلكم. قولوا لي اكلتوا ايه بقى في شم النسيم؟ ولونتوا البيض ولا لا؟ اكيد 90% منكم اكلوا فسيخ ورنجه، والناس بتوع اوف ويع بقى وكده يعني ما تقلقوش، ادخلوا بس على النص التاني من الفيديو على طول. اتجمعت انا واصحابي، وطبعا في قسم بيحب الفسيخ والرنجه والحاجات دي، وقسم ما بياكلهاش اصلا ولا بيطيقها، فكان لازم نراضي الطرفين. جبنا سلطه رنجه بالبطارخ كانت عالميه، جبنا كمان سردين مخلي بالزيت والليمون فظيع، مع اني مش بحبه قوي بس كان فظيع بجد. واكيد كينج اليوم كان الفسيخ، فسيخ مخلي بالشطه والفلفل والزيت. ده بقى انا مش هتكلم عنه كتير، الصوره لوحدها كفايه. جبنا كمان رنجة سبريد، كنت اول مره اجربها بس كانت حلوه جدا. اكتبوا لي في الكومنتس لو جربتوها قبل كده وعجبتكم. بالنسبه للناس اللي ما بتاكلش الحاجات دي بقى، جبنا لها فطير بالسمنه البلدي او الزبده فظيع، ريحته كانت رهيبه. وجبنا قديمه اللي هي في المش، وعملناها بزيت زيتون وطماطم علشان يهديها شويه، وقشطه فلاحي وعسل، وتوكلنا على الله. رحنا بقى المكان اللي كنا هناكل فيه واللي اتبسطنا بجد جدا قوي فيه، ودي كانت اول مره في حياتي فعلا احس ان شم النسيم الدنيا ربيع والجو بديع والناس ماليه الشوارع وكل حاجه. ودي من اكتر الحاجات اللي بتميز اهل اسماعيليه، انهم كل مناسباتهم تقريبا بيحتفلوا بيها في الجناين في الشارع. منتهى البساطه والسلام النفسي اللي ما شفتوش بجد في اي مكان تاني. وصلنا الحمد لله وجهزنا البصل والخضار، ودخلنا بقى على المعركه الاساسيه زي ما انتم شايفين كده، ما خليناش حد نفسه في حاجه. طبعا الولاد مارسوا مهاراتهم الاستكشافيه واكتشفوا ان موجود شجره توت، وما رحموهاش الحقيقه، جمعوا محصول التوت بتاعها كله، وفجاه تحولوا احباب الله من انهم ما بيتحركوش من مكانهم لانهم بيعملوا شقلباظات عشان يجيبوا التوت. وطبعا كان لازم يشرح لي قد ايه تعب وبذل مجهود علشان يلاقي النتيجه دي، وزي ما انتم شايفين كده الاناقه والشبشب، بس علشان تعرفوا تعبوا قد ايه. جه وقت تلوين البيض بقى، ما هو ما ينفعش شم النسيم من غير ما نلون البيض. والحقيقه اكتشفنا ان عندنا مهارات كتير جدا ومواهب الحمد لله ان هي مدفونه. والولاد لعبوا كوره واليوم كان فرهضه على الاخر. وده كان يومنا يوم شم النسيم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس انتوا يومكم عدى ازاي وعملتوا ايه. وبس كده.